إلى أي مدى أنت بتختار أدوارك، وخصوصي أنه بنعرف أنه الممثل يعني صعبة أنه عطول ينقي أدواره، لأنه بحكم الحياة الاقتصادية وعنده عائلة يمكن بنقي مش عطول بنقي، مرات تنفرض عليه أدوار هو منه بحاجة لإلها، ويمكن تعمل له تحوير شوي بمساره الفني. بدي أعرف إلى أي مدى أنت كنت قادر أنه تواجه هيك رهانات بالتمثيل. ميرسي على السؤال. توفيق. آم، يعني قبل كل شيء الفن خيار. فأعتقد أنه إحنا لما نمشي باتجاه الفن كخيار وكحب نمشي عن قناعة، ولازم نتحمل يعني أنه لأنه فيه لحظات جميلة كما هناك لحظات مثلا من جانب نفسي، دخول بشخصيات، خروج منها، أنك تعيشي لحظات جميلة وصعبة بنفس الوقت. أعتقد أنه الممثل يعيش حياة مكثفة أثناء العمل، وبشكل عام حياته ديما يعني يبحث عن الجديد. أنا الأهم في هذا، أو بالأحرى رح نرجع باش نرجع لسؤالك كيف أختار الدور، لثلاث عوامل أو ثلاث عناصر: ماذا سأعمل، ومع من، ثم في المرحلة الثالثة بكم. فأعتقد أنه نوعية العمل، نوعية السيناريو، فريق العمل هي التي الأولوية لها، ثم تأتي فيما بعد الجوانب المادية بالتأكيد عندها دورها، لأنه أيضا الفنان يعني لازم يعيش ويعيش بظروف جيدة. إلى أي درجة أنا قبلت أعمال فقط للجانب المادي؟ أنا نقدر نقول أنه الحمد لله لحد الآن ما زال ما عملتهاش يعني. آه، صعب. هيدا هو النجاح الحقيقي، انه الممثل بنقي على طول ادواره. طبعا ضمن إطار المتاح يعني، ولكن اكيد. تبقى أنه الإنسان لا، الصورة تبقى، الصورة هي الذاكرة، هي تبقى. لذلك لازم تكون الأعمال اللي نقدموها نكونوا على الأقل راضيين عنها، ولو أنه ما كان حتى ضمانة أنه قبل ما تدخلي العمل أنه يطلع بشكل جيد. ولكن في مجموعة من العوامل اللي تخليك تحسي أنه هذا العمل ممكن يكون جيد، عوامل النجاح موجودة، تمشي وأنت مرتاحة ليه. دائما أنا أبحث أن أقدم شيء مختلف عن اللي السابق. كي نحس روحي رح نتكرر نولي نتردد في الدور، حتى ضمن اطار المتاح في نفس الفيلم نحس فيه تردد، ناخذ جزئيه اللي مختلفه عن الشيء اللي قدمته سابقا ونحاول يكون فيها جديد.